الأستاذة هدى باغلي رئيسة المنتدى الجزائري للنساء تابع للتنسيقية الوطنية للمجتمع الوطني. تشرفنا اليوم بتنظيم هذا اللقاء، وهو اجتماع أولي لتنظيم وإعادة هيكلة المنتدى الجزائري للنساء بحضور الأخوات المحترمات من عدة ولايات حضوريا وكذلك عن بعد. كان معنا ولاية وهران، الأخوات من ولاية تيزي وزو، الأخوات من تبسة، أخوات كذلك من مدينة تيارت، من مدينة الواد، وكذلك من بومرداس والبليدة. نشكرهم على الحضور، وناقشنا كل الاقتراحات تاع السيدات، وكذلك تلقينا اقتراحات جديدة راح تمكننا من كتابة وصياغة برنامج سنوي للمنتدى راح يحل المشاكل، وكذلك يبرز دور المرأة في التحديات الكبرى ومشاركتها في ترقية المجتمع المدني الجزائري حسب قيم الدستور المسطرة للدستور، وكذلك يأتي كتجسيد ودعم لجهود اللي قامت بها الدولة الجزائرية والحكومة، برنامج الحكومة، وكذلك التوصيات اللي أعطاها لنا رئيس الجمهورية. نشكركم الكل على الحضور. النقاط اللي تأكدت أن راح تكون هناك استحداث لجنة لهيكلة هذا المنتدى، وهذه اللجنة متكونة من 5 أخوات من ولاية بليدة، بومرداس، تيزي وزو، تيارت، تبسة والجزائر العاصمة. راح نقوم بهيكلة وإعادة تفعيل المكاتب الولائية، وكذلك تقديم برنامج متكامل يرافق المرأة من يعني فترات المراهقة إلى التخرج، ولم لا دعمها لتقوية شخصيتها وإبراز الهوية الجزائرية على الصعيد الوطني وكذلك الصعيد الخارجي، وذلك بتطرق إلى 5 مجالات اللي هي المجال الثقافي والتراث الوطني والموروث، وكذلك التطرق إلى مجال الصحة والتنمية البشرية، مجال التطور الاجتماعي، ومجال التكوين والمرافقة في المجال الاقتصادي. احنا حبينا في هذا الكلام نهضر على المجال التالي، نديروا منتدى ثقافي يجمع كل النشاطات الثقافيه والسياحيه والفنون الابداعيه، حتى من فن الطبخ، فن الفولكلور، لان الحفاظ ومن خلال التحديات رانا